بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم على قناه كرابيك في الحلقه الثانيه من برنامج صعيدي شغل. 9 سنوات يا جماعه هي عمر الثوره المصريه، بدات من كفايه واستمرت حتى يسقط الشعب يريد اسقاط الشعب يريد اسقاط النظام. بدات بحوار كفايه وليس حرب كفايه، واستمرت حتى الشعب يريد اسقاط النظام. فالبعض يرى انها لم تكتمل، والبعض الاخر يرى انها اكتملت باكتمال المجالس النيابيه وانتخاب رئيس الجمهوريه. في البدايه بحب ارحب بضيفي الاستاذ محسن، هو ناشط سياسي ومن جبهه القاصد محمود الصهاي، وارحب بضيفي الاستاذ هيكل احد اعضاء التيار الاسلامي محمود الصهاي. في البدايه استاذ محسن، نمثل لك ايه 25 يناير 2013. 25 يناير 2013 حلم لم يكتمل، حلم لم يكتمل. الثورة ما زالت مستمرة وستكتمل بإذن الله. يعني 25 يناير 2013 بإذن الله استمرار لثورة 25 يناير 2011. ترى حضرتك ان لم تكتمل، ولذلك يعني لم تكتمل ليه؟ معناها هنا في أسباب. احنا لما عملنا الثورة في 2011 25/1 كنا بنطالب بأربع حاجات، 4 أهداف أساسية للثورة كلنا عارفينهم: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. مفيش حاجة تحقق من ال4 أهداف دول، ولذلك طالما مفيش حاجة تحقق الثورة ما زالت لم تكتمل. أستاذ الثورة في عيون القوى الإسلامية هل اكتملت أم لم تكتمل؟ الثورة مستمرة من أجل التنمية والرفاه، الثورة مستمرة بإذن الله من أجل إعطاء كل حقه، الثورة مستمرة من أجل نهضة هذه البلاد، بناء هذه البلاد، الثورة مستمرة بإذن الله في تقوية بإذن الله، تقوية المجتمع المصري وتصبيح المجتمع المصري وزخم السياسة الذي نراه الآن من المعارضين والمعارضين، كل هذا يمكن الحياة السياسية. بالضبط. الدولة طبعا كمان السياسية لا يجب طلعت تعاقدية مع العرب المصري تمثيل الكريم هذا شيء انتخابات لا نقول أكثرية بل تخف بفارق طبعا إذا كان حتى إذا كان هذا فارق بسيط. تمام. أتفهم الإجابة. أستاذ مصر، هل تسمع في 25 يناير 2013 الشعب يريد إسقاط النظام؟ أكيد طبعا الشعب يريد إسقاط النظام، لأن هو نظام أعتقد أنه لم يحقق مطالب المصريين يعني كافة المصريين. النظام يحقق أهداف خاصة لجماعة الإخوان المسلمين فقط. الرئيس لن يحكم مصر، الرئيس يحكم جماعته فقط، يحكم جماعته وعشيرته. لم تملك هذا الحكم من قبل الرئيس مرسي. لا أعتقد أن الرئيس مرسي قادر على حكم مصر، لا أعتقد. إيه اللي بتقدر الرئيس مرسي من وجهة نظرك؟ الرئيس مرسي يفتقد المصداقية. الرئيس مرسي يقول ما لا يفعل، يقول ما لا يفعل. ولا يعني أديك أمثلة بس بسيطة. قبل في أيام الدعاية الانتخابية للرئاسة قال الرئيس مرسي إنه سيجلب استثمارات لمصر بقيمة 200 مليار دولار. أظن أنها لم تتحقق، ولذلك هو يبحث ويتباحث في قرض قيمته 4.8 مليار. جماعة المؤيدين بيقول لك لسه قدامك 6 شهور، مش هتعمل حاجة ولا 6 شهور. يعني اوكي، هو الرئيس مرسي مش نازل بباراشوت، مش نازل على دولة يعني، هو ده نازل يعني هو في الدولة وعايش. هو اظن ان هو ذاك لما ترشح للرئاسة كان عارف عارف البلد حواليه محتاجة ايه، فهو ما كانش غريب. فلذلك ما تقوليش ان هو متدمر من 30 سنة وهو هي للماء، لا هو للماء. في خلال 6 شهور لم ألمس ان الرئيس مرسي اخذ خطوة ايجابية في مصر، ولا احنا عارفين هو عمل ايه، ولا عارفين اي انجاز عمله. بس هو بيسافر كده في الدولة وبيحاول. والله بيسافر، اظن الناس كلها بتسافر. هو اي استثمارات دخلها البلد، وفين الفلوس اللي بتدخل البلد وعمل بيها ايه؟ تمام.
يعلن يقول انا دخل لي مثلا كذا من دوله كذا وعملت كذا وعملت كذا. نسمع نسمع حضارات التخوين والتشكيك والتشويق مثل المعارضه المصريه في يوم 25 13 أولا ردا على كلام الأستاذ محسن. أنت تعريف هذا السؤال ردا على كلام الأستاذ محسن، ده إسقاط الشرعية، تمام؟ رقم واحد. ده مش ليس يدعو إلى التخوين، لا طبعا ده ليس من الروحانية طبعا. إسقاط نظام. لماذا لا يخرجوا على الجيش في العام السابق؟ والجيش غير شرعي لم يكن تحت 25 يناير بإسقاط نظام أو بغيره. أما إسقاط نظام يقومون بإسقاط، يقول لك إحنا الرئيس يحكم جماعته، الرئيس يحكم عشيرته، الرئيس لا يحكم، الرئيس مش عارف نسجل برشوط. طبعا ده الكلام ده كله طبعا كلام غير سليم بالمرة. رئيس مرسي رئيس منتخب بشرعية، رئيس مرسي سوف يكمل مدته، لكن لو الشعب أكمل إذا أراد الشعب أن يقيمه فليسقطوه على الصناديق بعد 4 أعوام. أما قسم خروج آخر وإخراء وإشعال للبلد وخراب وفساد مرة أخرى لا معلم تذكرك بما قاله رئيس مرتقال بالنص وبالحق إذا خرج الناس لإسقاط النظام. كده أنا أنتقد من أنا هو بياخد وقت أكثر منها. لا تقاطعني أنا لا مكمل حديث. ياخد وقت أكثر منها. لا مكمل حديث. تمام؟ قصة الدعوات من إسقاط الدولة، الإسقاط الشرعية، هذا سوف يؤدي ذلك إلى الخراب والدمار، سواء كان إذا كان مع الليبراليين أو الإسلاميين أو العلمانيين، يؤدي إلى خراب البلد. الناس أساسا انتقاد بيها. إذا أنت سواء حكومة يعني أمن غير متوقف في البلد، لا شرطة مش عايز يشتغل، مفيش اقتصاد هيتم، ده شيء طبيعي، مفيش استثمارات هتتم، استثمارات قطرية، استثمارات تركية، استثمارات عربية، السعودية قدمت نصف مليار. عند هذا الحد هذا الواحد من المشاهدين فاضل كده المصر. عدنا من جديد أستاذ هيك حكم تجيهم ايش يناير كان يوم 25 يناير هذا اليوم الجليل ان شاء الله باذن الله. هل احتفالية؟ هذا اليوم سوف باذن الله حزب يستهدف 1,000,000 مريض. سوف تقوم قوافل طبية وعلاجية، سوف نقوم بقوافل لماذا 25؟ لماذا 24 أصلا؟ أنا ماذا تفعل 25 وأنا أتحدث. لا تقاطعني حتى يستفيد المستمع. هذه يوم 25 كان المرة أخرى يوم 25 من أجل البناء والتنمية ومن أجل الاستقرار، من أجل البناء والتنمية والتعمير والاستقرار. تمام؟ نستهدف 1,000,000 مريض. تمام؟ قوافل طبية وقوافل علاجية، قوافل بيطرية أيضا من أجل الحفاظ على الثورة الحيوانية. أيضا نزيل 25 يناير. تمام؟ حفاظا على مقدرات البلاد نزيل 25 يناير. حماية المنشآت نزيل يوم 25 يناير. والرئاسة ليها بنقول اللي عايز وانا يجي يتفاوض يتفضل يجي يتفاوض. تمام. ده هو ده عن العالم وبيدي البلد استقرار، وبعد كده نعدي المرحله الانتقاليه اللي احنا فيها. استاذ محسن ممكن نعرف بعض النقاط التي بها القوى الثوريه في سوهاج، وهل ترون هذا الحديث؟ لا نقول في سوهاج، بل نقول في من سوهاج جزء فاحنا مطالبنا لن تستهمل، لن نحقق اي مطلب من الاربع مطالب. فلذلك احنا نازلين سلميه وليس بلطجه ولا عنف. احنا نازلين بنطالب بالاربع مطالب المشروعه اللي الرئيس عجز، وانا بقول عجز على مسؤوليته الشخصيه انه هو يحقق اي مطلب من الاربع مطالب. الرئيس وعد واخلف،
قال ولم يفعل. قال يعني مجرد بعد ما نجح قال ان انا عندي مشروع ال 100 يوم. ال 100 يوم هو ايه؟ هو خمس حاجات اللي هو الامن، نرجع الشارع، المرور، رغيف العيش، واخد بال حضرتك، النظافه، المطر الخامس، الامن، المرور، النظافه، الشارع، البترول. حتى الان لن يحقق اقل مطلب فيه، لن يحقق الان. بلطجه في الشارع، قد سرقه، ودار في الشارع، مزارع في الشارع، واخد بالك. هو المواعيد بتقول مش مساعديننا في ازاي يعني احنا ماسكين ايديهم؟ يعني هو مثلا رئيس الدوله اللي هو راس السلطه هو فعل شيء واحنا اللي وقفناه؟ هل تستطيع القوى الثوريه او القوى المعارضه للنظام الحالي ان هي توقف الامن؟ تقول ما تشتغلش؟ الامن ده بياخد مرتبات وبياخد فلوس من الدوله، تمام؟ ايه اللي عملت القوى الثوريه عشان تقول الامن ما تنزلش؟ اذا كان هذا عايز من الحكومه، عايز من الرئيس، عايز من... طب ليه مش مشاركين في الحكومه؟ ليه ما تحاولوش معاهم زي ما بقول لك؟ ليه كان في هم عندهم هدف اخوان الدوله، اخوانك الدوله، اخوانك المجالس المحليه، اخوانك المجالات الدوله. انا لن اقاطعك. انا دلوقتي بقول لك هم عايزين يستولوا على كل سلطات الحكم، كل المناصب القياديه. هم عايزين كده لان ده هدفهم منذ انشاء جماعه الاخوان المسلمين. هدفهم ان هم اصلا متعودين على الارهاب على القتل. بس كان زمان هم ده تعودوا. لا ثواني بس ثواني بس هم كانوا زمان في الميدان. احنا ما قلناش حاجه، احنا لما كنا في الميدان ما كانش فينا قائد. احنا كنا في الميدان كلنا مسلمين مسيحيين اخوان سلفيين، كلنا كان هدفنا الاربع مطالب دول. اشمعنى دلوقتي لما ما اتحققتش الاربع مطالب دول؟ هم مش بينادوا بتحقيقهم، هم خلاص هم خدوا السلطه، فلذلك مش عايزين هم يحققوا المطالب. مش مهم عندهم يحقق المطالب، المهم عندهم السعي للكرسي، السعي للسلطه. عند السعي للسلطه. ناخد فاصل نرجع لكم تاني. هو بيسألني انا بجاوبه هو مش برد على كلامه، ما معلوش على كلامه. انا برد على اجابته هو بس. عدنا اليكم. استاذ المحسن بيتهم الجماعه انها بتقتل وتسفك الدماء. ياتي بدليل واحد بقتل او بسفك دماء على مر تاريخ الجماعه. اقول لك دليل. رقم واحد تمام. ثانيا هو كانوا زمايلنا في الميدان، وزي كانوا زمايلك في الميدان وكانوا يمين لك التهم بالقتل والتطرف والارهاب. ما كذلك اتهمتوهم بالتخوين. لا كذلك اتهمتوهم لم نتهم الا مين؟ الا الداعين الى التخريب، هؤلاء هم المخربين. امثال؟ انا مش هذكر لك امثال. كل من يدعو الى التخريب في البلد فهو مخرب. ده رقم واحد. رقم اثنين كل ما يتكلم يقول لك الرئيس عادل الرئيس عادل. اولا انت دوله مؤهله من 30 سنه في كل مكان في عيش فساد. كل مكان ماذا كان التصور؟ انا ادافع عن رئيس بقول لك كذا. هو المفروض على المسؤول من ولي امر 10 من المسلمين ولم يعمل له فليتبوأ مقعده من النار. هو كده كده ابدا احاسب. احنا مش هندافع عنه تمام، بس احنا عايزين نقوم ونقوم ونعد هذه المرحله مرحله انتقاليه. فقلنا سن اجتهد بالبناء بالعمل. انزل واشتغل يا سيدي. هيقول اما تنزل الاحداث نهائي انزل وامسك معايا، تعالى معايا وانزل واشتغل، اعمل في نظافه، في مربع الاخوان العيش ومربع المنتجات، انزل وساعدني وقول ايدك معايا. ليه انت تقول لي تكوين الدوله ومش عارف ايه والدوله عايزه تتاخر وهم مش كمل كلام وقت حاجه ما كملتش. لا وقت لسه ما انتهاش لو سمحت. كمان دي حكايه بقول لك المدرسه المحليه واخوان الدوله مش فين اخوان الدوله. انا عايزها استاذ محسن قبل ما اقول لك ماذا لم تحقق المطالب انا ارد عليه بيقول لي هات دليل واحد. الدليل كلنا شايفينه ايام ما كان في اعتصام قدام التحرير امام قصر الرئاسه وانتم كمان امام قصر الرئاسه معتصمين سلميين ولا غير انا معتصم امام قصر الرئاسه
قصر الرئاسة الذين تقولون رئيس شرعي أنا معتصم أمامه، ويأتون الإخوان المسلمين يكسرون الخيم ويضربون الناس ويقتلون ويسفكون الدماء دون أن يتحدث الرئيس بكلمة واحدة، دون أن يخرج علينا رئيس الوزراء هشام قنديل واخد بالك ويبرر موقفه ويبرر موقف الحكومة ويبرر موقف الرئاسة واخد بالك. وعندما خاطب الرئيس مرسي في جماعته أمام الاتحادية واخد بالك ولم يخطب في الآخرين في المعارضين. أين هم الآخرين؟ لماذا؟ أين هم الآخرين؟ هل مصر؟ أين هم الآخرين؟ أنتم حشيش المخدرات انتوا اللي قصرتوا لا 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 احنا هقول لك حاجه انا ما خدتش وقت انا في وقت جديد انا لسه في وقت لا انا برد من وقت انا برد من وقت الخاص انا برد من وقت الخاص واخد بالك لا ما انا قلت نحن مصرين على تحقيق مطالبنا بأي شكل وبأي وضع وبأي طريقة. لا للعنف ولا للتخريب، ولكن نقول احنا مصرين على تحقيق مطالبنا بالسلمية واخد بالك وان احنا معتصمون وسنزال معتصمون حتى تحقق المطالب. لن نرجع لبيوتنا إلا إذا تحققت مطالب الثورة الحقيقية اللي هي 4 أهداف الذي لا يقدر الرئيس مرسي على تحقيق مطلب واحد من ال4 مطالب. لن يحقق مطلب واحد من ال4 مطالب. أستاذ هيك انا عايز اسال سؤال واحد بس. ازاي انت قلت عميل والسلميه وقلت لي انا متصل مش هرجع عليك؟ اين هو التعمير؟ انا بتكلم انا اخذت فرصتي. هو لا يسالك الاخ ده اخ لا يسالك كيف تتقبل شيئا القادمة تمام في جهة ماشي تفضل. الفترة اللي جاية يعني احنا نقول عايزين بناء وتعمير. كيف يأتي البناء والتعمير؟ الاحتياط النفطي عندي وصل 15 مليار. يعني انا خراب اكتر، انا عايز خراب اكتر من كده. ايه تاني في البلد؟ الناس الأجورية مش لاقية، بطالة زاد 6 شهور. انت جاي تحاسبني في 6 شهور مع عمر ما شفنا اي حكومه تحاسب في 6 شهور ابدا ولا مدتها 6 شهور. اقل حاجه تحكم ولا بعد 4 سنين. تمام. تيجي حكومه منتخبه المجلس الشعب تمام يقر هذه الحكومه، بعد كده الحكومه كلها تفضل الفتره بعد كده حكيم حاسب الحكومه دي على الفتره بتاعتها. تعالى انت عملت كذا 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 كشف حساب، وريني انت عملت ايه، فين خططك، فين استراتيجياتك، فين شغلك، فين كذا كذا. لكن طبعا انت بتقول لي والله اسقاط نظام مش اسقاط. طب ماشي يا سيدي، بس ازاي تسقط نظام يعني منتخب بشرعيه؟ ده بأي وجه حق؟ عند هذا القول نفهم من 25 إلى 2013 هي تسارع وليس تسارع، فاصل ونعرض. في البداية لازم نشهد نحن فترة احتقان سياسي. المعارضة والمؤيدين متشابكين الأفكار، متتابعين كذلك المواقف. أستاذ محسن، نريد منك تعقدا أمام المشاهدين بأن تكون ضرورات تنمية ولا مجال للعنف ولا ضرورات مفضلة أو التخريب. دايما المعارضة يا جماعة بتكون سلمية. احنا لما نزلنا 25 يناير 2011 كان مطالبنا كلها سلمية، كنا ماشيين في الشارع سلمية. دايما الطرف الثاني او الطرف الخفي اللي هو واخد بالك الطرف الثاني حاليا انا بتكلم على الطرف الثاني اللي هو الطرف الثالث سابقا اللي هو حاليا اللي هو ناس مؤيدين هم اللي مش سلميين. ليه؟ حصل يعني بص حصل جمعة الشرعية يعني جمعة الشريعة والشرعية واخد بالك حصلت وما كانش فيه اي مشاكل من المعارضة ما لهاش دعوه. احنا بنقول انا بتهم ان كل ما بنعمل تظاهر او كل ما بننظم تظاهره هم اللي بيشيلوها، هم اللي بيسكوا الدماء، هم اللي بيجوا. هم مين؟ الاخوان هم اللي بيقتلوا، هم اللي بيسكوا الدماء. اما احنا ناس سلميين، احنا مش متعودين على الدم. احنا مش فرقه 95 ولا 195. هل تجد الاخوان لا فرق 95 ولا فرق 90 ولا هذه المناوشات وكل هذه الفرقات وكل ما ينزلوا هم بيقربوا التيارات الاسلاميه. لم نجد حاله واحده قتل او تخريب من التيارات الاسلاميه او محل الكسر، بل التخريب
أحداث الاتحادية هذه كانوا يريدون الاعتداء على الشرعية واقتحام القصر الجمهوري، وهذا واضح محقق قالوا انزلوا من على السور. ايه هو اللي ينزلوا من على السور؟ معناه ده ممدوح حمزة وانتقد قال انزلوا من على السور. هذه المذبحة التي راح ضحيتها لا يقل عن 1000 جريح من الإخوان، و10 شهداء راحوا ضحيتها من الإخوان. وين الطرف الآخر؟ من مات من الطرف الآخر؟ هؤلاء كانوا بلطجية ومسلحين، المسلحين والمقصرين أمام الاتحادية الآن، وبعد كده خرجوا عليهم بلطجية منهم ذاتهم وطلعوا الداخلية قالوا دول بلطجية، خرجوا على هؤلاء البلطجية. هؤلاء بلطجية. الناس اللي قاعدة 3 شهور تاكل وتشرب من فين عايزة؟ من فين ياكل ويشرب؟ ما 3 شهور دول عادي كده واحد قاعد ياكل ويشرب. انا معايا واحد حالات انا كان معايا واحد كان معايا قاعد ده بياخد فلوس 500 جنيه. طب اشتغل فين؟ 30 خيمه كلهم الاستاذ يسال يعني منين الاكل؟ منين الدعايه اللي انتوا بتعملوها للدستور؟ ومنين الدعايه اللي انتوا بتعملوها؟ الفلوس اللي انتوا بتجيبوها دي من اين لكم؟ من اين لكم؟ تموين ذاتي منين؟ انك انت بتمشي الناس تجيب سكر زاد الزيت في الانتخابات. هذه لا توجد اساسا. اشمعنى في الانتخابات؟ ليه مش ماشي الوقت؟ قصه الزيت ليه مش ماشي النهارده؟ قصه الزيت ليه مش ماشي النهارده؟ ده موجود من قبل الثوره ومن قبل الانتخابات. لا ما اعترضش، انا عارف ان الحريه والعداله او الاخوان المسلمين هم بينزلوا في وسط الانتخابات بالسكر والزيت، مش الناس الغلابه، مش الناس الفقراء. ونتكلم عنه. انا بقول لك الناس معناها الناس من الحل حل توافق حقيقي وفعلي وليس كلام. تعالوا اتفضلوا معايا. كيف عندما أصدر الرئيس أو طلب الرئيس بالحديث مع حسين صباحي والبرادعي وعمرو موسى والناس اللي هم معارضين وانفرد بيهم، انفرد كل واحد على حدة، كان يسمع كما قالوا يعني، كان بيسمع وما كانش بيجاوب. هل كان ينتظر الرد من المرشد أم من جماعة الإرشاد أم من ماذا؟ ليه انا دلوقتي بتكلم معاك بتسالني بجاوبك؟ انت بتسمع مني النهارده وما بتجاوبنيش. انت هتقول انفرد بيهم المقصود كل واحد على حده. هذا لم يحدث. لا حدث. هذا لم حدث. ارجع يا استاذي مفرق. ارجع يا استاذي مفرق. صار لا مش غير عمرو موسى. يا سيدي الفاضل. انت على مكتب الارشاد. عمرو موسى حمدين ولا يحضر احد. انت هتقول انفرد بيهم. انت هتقول القرار هياخد من مكتب الارشاد. تمام؟ لو فرضا، وهذا كلام خاطئ، لو فرضا لو قلنا انا احسن مكتب الارشاد، مكتب الارشاد تعالوا وتعالوا شوفوا انتوا ايه اللي عايزينه. احنا ناس عايزين الاستقرار وناس عايزين الحل. تعالوا شوفوا انتوا عايزين ايه بالظبط. قدموا له مشروع. تعالوا فين المشروعات اللي قدموا له مشروع. لم يتقدم احد ولم ياتي احد. لا دلوقتي هنقول نتصارع مع بعض. لا اتصارع. وبعد كده انا اقول حقائق. ده تصارع. واحد كان عايز يبقى رئيس وما بيجيش رئيس. انا اقول حقائق. واحد هل اذا كان حمدين يمثل الثوره فلماذا لم يبقى رئيس؟ انا بقول حمدين ولا البرادعي ولا عمرو موسى لا يمثل الثوره. الثوره رجال مصر. شباب مصر مش موجود. لا لم يكن لها يعني قائد. حزب الدستور ما حزب الدستور في واذا كان لها قائد فكان الباطل ونعود. صدقني ما يحلول الكرام من جديد. اولا الحلول رقم 1 من اجل نمو واقتصاد ورخاء للمواطن الفقير انه خلاص يعني ثوره جياع قادمه هتيجي على الكل، لا على الاخوان بس ولا على الاسلاميين ولا هتيجي على الكل، اسلاميين وليبراليين وكل مش هتخلي لا اخضر ولا يابس، واحنا عايزين ننتبه للاقتصاد اللي واقع. تمام؟ وانا بقول لك كلمه لوجه الله، لازم الناس تتكاتف، يبقى ما فيش اعتصامات، في عمل وجد. الياباني بيشتغل 12 ساعة زيادة عن عمل علشان الواحد الياباني يرتفع، واحنا عندنا هنا الناس تتكلم في السياسة والواحد نايم وسايب بيته خربان وعادل يقول لك دولة ومش عارف ايه. يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله، اصلح نفسك، ابدا باصلاح النفس، ثم اصلاح النفس ثم اصلاح النفس ثم السلوك في الشارع. يعني كل ما هذا ما نزله ثانية دي اول حاجة عشان عودة الامن وكثافة رجال الامن
مش كل ما تطلع بلطجة احنا عارفين. بلطجة ثالث التكاتف، الجميع يكون من جوه عن قناعة وعن يقين ونية خالصة لوجه الله عز وجل انه يعمل من اجل هذا البلد. هذه الحلول من اجل هذا البلد. أستاذ مصطفى، ما تفهم بالشارع الصغير؟ هذه مظاهرات ولا زي كل مرة؟ الشارع الصغير حتى الآن مغير إلا قلة ضدكم انتوا إلا قلة. إحنا هنخرج نطالب بالأربع مطالب اللي إحنا كنا نطالب بيهم أيام 25. في معارضة شهر؟ في معارضة طبعا، في معارضة، بس لما تجيب المعارضة بالنسبة للمؤيدين، لأن أنا بقول إن المؤيدين عامة هم حزب الحرية والعدالة فقط لا غير، والسلفية هم دايما بياخدوا معاهم السلفية، بيضحكوا عليهم باسم الشريعة والشرع وكده يعني شرع الله، على اساس ان هم بيحاربوا ناس تاني يهود مش مسلمين. احنا مسلمين وعارفين وقدار الشريعة وعارفين الشرع، عارفينه كويس يعني. احنا بس هنخرج ونعمل علينا وهنقف لحد ما تحقق الاربع مطالب دول. هذا كل ما استفعلونه هو يوم 25 يناير 2013. احنا سلمية. ولا نتضرع للعنف نهائي. زي كده. كنت اتمنى من الاخ الكريم ان يقول سوف نخرج من اجل البناء والتنمية، سوف نخرج من المعضلات. هذه نقطة البناء والتنمية. كل هذا هو يقول عايزين نبدأ. لا انا ما بتكلمش عن بالاعتصامات. انا بتكلم عن بهذا سوف تحترق البلاد. سبحان الله. هو لما كان في 25 واحد بهذا سوف تحترق البلاد. والقامت والحمد لله والكل والظالمين الحمد لله مرميين في طورة. لما كنا بنحترق محمد محمود يأتي بالاستقرار والقضاء على الفساد والمفسدين وخلع الفساد من أماكنه. بهذا تكتمل الثورة. أما لا تكتمل الثورة بالفساد ولا بالخروج ولا بالمظاهرات ولا الاعتصامات الفئوية والإضرابات. كل هذا يؤدي إلى تعطيل العمل ويؤدي إلى عدم نمو وعدم استقرار في البلاد. في النهاية أحب أشكر ضيفي عبد الزين أستاذ محسن نشر السياسي، أستاذ هيثم نشر التيار الإسلامي، وكان معكم محمود هدية.